التلج ده بقى محتاج مشروب سخن كده نعمله مع بعض يدفينا، فيلا نكمل مع بعض سلسلة مشروبات الشتاء. وهنعمل النهاردة حمص الشام زي بتاع الكورنيش، بس ده بقى طبعا هيبقى احلى وانضف منه بكتير جدا. قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفوني انا نسرين، متنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا على الطريق. ده تقريبا اكتر من ربع كيلو حمص بشوية، فجبته ونقعته في المية لمدة 24 ساعة، وغيرت عليه المية مرتين 3، وده شكله زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده غسلته من ميه النقع وصفيته في حله. بقى هحطه واغطيه بالميه واحط عليه معلقه كبيره ملح ونص معلقه سكر، واقلبهم كويس واحطهم على النار تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع لحد ما الاقي الحمص استوى. بس ما تغطوش على الحمص عشان ما يوقعش على البوتاجاز بتاعكم. في الوقت ده بقى هجهز الخليط اللي هيديله نفس الطعم بتاع الكورنيش بالظبط. عندي طماطميتين كبار وبصلايه كبيره وليمونه وتوم، ولو بتحبوا حراق تقدروا تحطوا جزء من الفلفل الحامي ده. هنجيب بقى الخلاط ونحط عليه كل المكونات دي، وكمان عليهم كوباية مية كبيرة، نضربهم كويس جدا جدا مع بعض. وبعدين نحط التوابل بقى، معلقة ملح، معلقة كمون، معلقة بابريكا. البابريكا كمان بتديله طعم حلو قوي. ونضربهم تاني كويس مع بعض. كده انا ضربتهم كويس في الخلاط. والحمص بيستوي بقى، اي ريم او ماده بيضه تطلع على وشه كده لازم نشيلها لحد ما نخلي الميه نظيفه جدا. بعد كده هيكون عدى تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه، نبتدي ننزل بالخليط اللي ضربناه في الخلاط ونقلبه وندوق بقى ونظبط الملح. نقدر كمان نحط مكعب ماجي لو بتحبوه، ونظبط الملح بتاعنا ونسيبه يغلي مع بعض لحد ما نلاقي الحمص استوى. ونبتدي بقى نغرفه في الكوبايات كده زي بتاعه الكورنيش. اهو بصوا شكله وبصوا لونه، بجد طعمه خطير وبيدفي في الشتاء. ده اهو حطيناه في الكوبايات البلاستيك زي الكورنيش بالظبط، وتقدموه بقى مع الليمون او مع الشطه. جربوه، متنسوش تقولي رايكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. بألف هنا عليكم.